عملت عملية أثرت على عيني وما اتكلمتش صيني ولا انجليش لمدة 30 يوم. ايه اللي حصل؟ قبل ما اقول لكم ايه اللي حصل وقبل ما اقول لكم انا اتعاملت مع الموضوع ده ازاي، خليني اقول لكم تاني وتالت ورابع ان الصيني مش بويا بويا. اول حاجه الدكتور قالها لي ان انا ما ينفعش ابص في الموبايل، ودي كانت بالنسبه لي حاجه بجد بشعه، لان انا شغلي كله على الموبايل، شغلي كله على اللابتوب، كل حاجه بعملها سواء كلامي مع زمايلي، سواء الترجمه، البروجكتس اللي انا بشتغل عليها، الكورسات، كل حاجه كانت على اللابتوب وكانت على الايباد. فانا هقول لكم ايه البلان اللي انا مشيت عليها في 30 يوم وخلتني احس ان انا بجد مش متاثره قوي، او ان انا حاسه ان انا حواليا حاجات كتيره انا بحس ان انا اوكي، انا ستيل جوه التشاينيز بابل بتاعتي. اول حاجه انا كنت بعملها يا جماعه وهي ان انا كنت بسمع حاجات بالصيني. هو الدكتور قال لي ان انا ما ينفعش ان انا اشوف افلام، اوكي كل الكلام ده لذيذ جدا وكل الكلام ده كان لازم عشان صحتي، وطبعا health comes first. انا كنت بجيب موفيز وكنت بجيب سيريسز وبسمعها، وبحاول ان انا اخلي ودني تسمع او تلقط الرموز وتلقط الجمل وتلقط التعبير، واحاول ان انا اشوف الفيلم ده بيتكلم عن ايه من غير ما اشوف عيني تشوف. يعني انا كنت بخلي ودني هي اللي تشتغل. قصه الاستماع طول ال 30 يوم هي كانت ماي بيست فريند. تاني حاجه انا كنت بعملها وهي اللي بجد فرقت معايا هي السيلف توك. كنت بحاول ان انا اكلم نفسي بالصيني وبقول 今天我听一个电影，为什么我没有看这个电影？因为我眼睛有问题。大夫告诉我，我不可以看手机，不可以看笔记本电脑，不可以看电脑，不可以看电视。مده كده وبكلم نفسي بقول اوكي الدكتور قال لي المفروض ان انا ما ينفعش اعمل كذا كذا، فانا دلوقتي هعمل كذا كذا كذا. ثالث حاجه من بدايه اليوم العاشر اوكي انا بدات ان انا افك الشاش من على عيني، وبدات ان انا اعمل الحاجات اليوميه اللي هي ان انا مثلا ادخل المطبخ اطبخ، ادخل التويليت مثلا اخد شاور، اعمل مثلا النشاطات اليوميه اللي كلنا بنعملها. فبالتالي كنت بشوف حاجات قدامي انا بستخدمها زي مثلا السكينه، المعلقه، الشوكه، الطبق، المواعين. كنت دايما بقول لدماغي هي الحاجات دي يعني ايه بالصيني. يعني مثلا 现在我喝一杯咖啡，然后انا دلوقتي بشرب قهوه، وانا دلوقتي 现在我在路上要去见我妹妹，دلوقتي في الطريق اهو رايحه اقابل اختي. وان انا احشد مخي على قد ما اقدر بكلمات وبجمل تحسسني ان انا اوكي انا لسه اون ذا تراك. اخر حاجه بقى انا عايزه اقولها لكم ان انت تقعد 30 يوم من غير ما تتكلم لغه معينه، ده مش معناه ان انت بتموت اللغه بتاعتك، انت بس بتدخلها الدولاب فتره. فبالتالي لما زي مثلا يكون عندك دريس او عندك بنطلون ده انت مثلا ما استعملتوش لمده طويله قوي، فانت لما بتيجي تاخد البنطلون من الدولاب بتلاقي ان هو معفر شويه حاجات كده، اللي هو لا انا محتاجه ان انا اشيل التراب ده عن البنطلون، ومحتاج ان انا اجيب البنطلون والبسه. فمجرد ما تلبسه وتخرج بيه هتلاقي البنطلون عادي رجع زي ما هو كانه جديد، مجرد ما تغسله وتشيل العفره من عليه. عايزه اقول لكم ان تاتي متاخرا افضل من الا تاتي ابدا.